إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. حفظ ضرورة الخمس من مقاصد هذه الشريعة. ما هي الضروريات الخمس التي وجب حفظها في جميع الشرائع السماوات؟ الدين، فيقتل من بدل دينه. النفس، فيقتل من اعتدى على النفس فقتلها من غير شرع. العقل، فيجلد ويحد من استعمل ما يخمر العقل ويسكر. والرابع المال. والخامس هي النسل، ولهذا يجلد ويرجم من زنى. وهذه الأمور الخمسة التي تسمى في اصطلاح العلماء الضرورة الخمسة. كثير من الناس أبوا إلا أن يخالفوا أمر الله وأمر رسوله. فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يذلهم في الدنيا والآخرة. بعض الناس خالف أمر الله وشريعة الله، وخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عدت بهم الهوى وعد بهم الشيطان إلى أن يهلكوا أنفسهم بأيديهم التي يستعملها كثير من الناس. الشيشة والدخان، يستعملون الدخان ويشربون الشيشة. فما هو موقف الشريعة من هذه الشجرة الخبيثة؟ لا بد أن نفهم قاعدة أساسية، هي في قوله تعالى: يسألونك ماذا أهل لهم، قل أهل لكم الطيبات. وورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث
الشيشة التي تضر النفس وتضر العقل وتضر البدن. فهل هذه شجرة الدخان أو الشيشة في ميزان الطيب أم أنها في ميزان الخبائث؟ بل إنها في ميزان الخبائث، ولا شك إنها الخبائث عند جميع عقلاء الكفار والمسلمين، بل تعدي إلى هلاك الموت. وكل من كان الخبيث وكل ما كان الخبيث فهو محرم في شرع الله بنص القرآن. يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات. ومن الخبائث استعمال الدخان والشيشة، أنه يؤدي بصاحبه ويعول به إلى هلاك والموت. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من مات من أجل شرب الدخان والشيشة من أجل مرض فليعلم أنه قاتل النفس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده فهو يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يتجه أن يطعن بحديدة في بطنه في نار جهنم خالدا فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من تعدى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها. فمن قتل نفسه عمدا فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فمن استعمل الدخان والشيشة واستعمل الشيشة وأدت به إلى مرض من الأمراض ثم مات لأجل هذا المرض فليعلم أنه قاتل النفس. ومن خبث شرب الدخان أنه يضيع الأموال، تدييب للأموال، فيه تبذير وإسراف لها. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. السرف هو مجاوزة الحد في المباحات أو الصرف المال في المحرمات ولو كان يسيرا. فمن صرف ماله في محرم من محرمات أو في معصية من المعاصي فليعلم بأنه مسرف، والله لا يحب المسرفين، وهو مبذر. والله تبارك وتعالى يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإدارة المال، وكثرة السؤال. وهذا متفق عليه. أليس الدخان إداءة للمال؟ واضح. الحفظ يا عبد الله. لماذا تصرف مالك فيما يهلك نفسك؟ وفي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وهذا رواية إمام البخاري. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أيضا وفي حديث القدس يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون الثاني، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. دلقوا عشان يا الإسلام تيسي تكفى النفس، تكفى الدين. نما قرتي أمنتي ساجي جيري الجيسا شريعة الإسلام دين ايغون دين تيسون واجفان. لما فعل النفس لبو نمني نما جيسي أكا جيفو نمني نما جيسي أكا جيفو. صدفان العقل عقلي نما عقلي إسا واني سججيرو فيدمي يوجد نتوما بسنديتا توما سخراني مجاوي مالغودي دراغة فراتي سنديتا توما مشاريع إسلامات، لأنه غير العقل. سوفتوير ربي نسقرتي رقة تبي خبيرا في دي في الرخاء فيكا سوفتوير فيكا من الرخاء فيدمي أفرفع المال لما أري إسرافه شرياني قربي. شرفان الناس هرتيتيسو ديك آلان إيفا شنين نمنونا كلا كاوتوف شريان إسلاما نخا خرابوت. هناك نمزينا قولي دردل يوتي إبتما كفول يوتي أجيسا جو إني عملي وخارقاني ورارك. دوبا رمضان نما خالف شريعة الله، شريعة ربي خلافه، شريعة رسوله خلافه، حركة ساتني فلاخه يستعمل الشيشة خان تنور ربا خان شيشة كركور بلا بلا دربيت بيرادو. أما برمو دردرا ما بريدا خنا توبو لغنا سنفته تفني فتنينو قالوا بجر أمكي كذا أبوه برنا
hamtuu irra baddu yaa warra horjoo haayatu. Sheekh Muhammad Amin Karroo kitaaba isaa Hadaa'iq Urroo wa Reehaan kitaaba tafsiira mujallaa 33 waan jee shiishaa takka harkisuu fi timboo dhibba lama gartee aarsuu wal qixxaawaa jedha. Timboo harkisan tana gartee firii dhibba lama aarsuu fi shiishaa takkitti humna harkisee gartee bu'uuru san wal qixa jeekamu. Haya. Amma warri dhiira shiishaa akkaan aarsite ta horjoo haayettu inni badaariyo. Haya.